السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم. هذا المقطع سنرد فيه على المقنع حول موضوع أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون متى يموت ولا يموتون إلا باختيار منهم. هو اعترف، قال نعم أن الإمام يعلم الغيب ويعلم متى يموت. نعم، يعلم الغيب، يعلم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. قال نعم أن الأئمة يعلمون الغيب. طيب، عرضوا علم الغيب الأئمة على القرآن، لن تجدوا آية تقول أن الأئمة يعلمون الغيب. تذهب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لن تجد حديث نبوي صحيح عندكم يقولون أن الأئمة يعلمون الغيب. عندكم الأئمة كل رواية أن الأئمة يعلمون الغيب، وباب في الكافي أن الأئمة يعلمون متى يموتوا ولا يموتون إلا باختيارهم، كلها روايات ضعيفة ضعفوها علماء الشيعة. الآن مفاجأة لكم يا شيعة، المهدي عندكم يرد على هذه الفرقة الغلاة التي تقول أن الأئمة يعلمون الغيب ويتبرأ منهم. فإذا المهدي عندكم يتبرأ من المقنع ومن كان على شكلته ويقول أن الأئمة يعلمون الغيب. ركزوا معي يا شيعة، هذا كتاب الاحتجاج لشيخكم الطبرسي، الجزء الثاني، الصفحة 245. قال: ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه ردا على الغلاة من توقيع جوابا لكتاب كتب إليه على يد محمد ابن علي ابن هلال الكرخي: يا محمد ابن علي، تعالى الله وجل عما يصفون سبحانه وبحمده، ليس نحن شركاؤه في علمه ولا في قدرته، بل لا يعلم الغيب غيره، كما قال في محكم كتابه تبارك اسماؤه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يلا بالله عليكم يا شيعة، تصدقون مهديكم الذي كلامه يوافق القرآن والسنة، أم هذا المقنع يقول لكم نعم؟ هنا يقول لكم ليس نحن أي الأئمة شركاؤه في علمه ولا في قدرته، بل لا يعلم الغيب غيره، واستدل عليكم بآية. ثم قال: وأنا وجميع آبائي من الأولين، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من النبيين ومن الآخرين، محمد رسول الله وعلي بن أبي طالب وغيرهم ممن مضى من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، إلى مبلغ أيامي ومنتهى عصري، أي إلى أنتم تقولون سيبقى إلى يوم القيامة، ومنتهى عصري عبيد الله عز وجل. يقول الله: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عرضوا عقيدة، هذا كلامكم وكلام المهدي واضح، عرضوا عقيدة علم الغيب الأئمة على القرآن، لن تجدوا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. شوف، قال: يا محمد ابن علي، قد آذان الجهلاء الشيعة. إذن قد آذوا الأئمة من جهلاء الشيعة أمثال هذا. إذن هذا كما قال المهدي لصاحب الكتاب، قال له: يا محمد ابن علي، قد آذان جهلاء الشيعة. إذا من يقول أن الأئمة يعلمون الغيب من الجهلاء والحماق. نكمل كلامه. قال: وأشهدك، يعني يشهد علي بن محمد، وأشهد كل من سمع كتابي هذا أني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول إننا نعلم الغيب ونشاركه في ملكه أو يحل محلا سوى المحل الذي رضيه الله لنا وخلقنا له، أو يتعدى بنا عما قد فسرته لك وبينته في سطر كتابي. إذن المهدي يا شيعة يتبرأ من الغلاة أمثال
علاء المهداوي، ياسر الخبيث، هذا المقنع، كل من يقول أن الأئمة يعلمون الغيب. قال: وأشهد كل من سمع هذا الكتاب أني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول إننا نعلم الغيب. وقال: وأشهدكم أن كل من نبرأ منه فإن الله يبرأ منه وملائكته ورسله وأولياءه، وجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك وعنق من سمعه أن لا يكتمه لأحد من موالي والشيعة. أنا سمعته فطبقت كلام المهدي فبينته لكم يا شيعة. أنا لما قرأته وسمعت مولانا المهدي يقول: وجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك وعنق من سمعه ألا يكتمه. أنا سمعته فقلت: لن أكتم لكم يا شيعة هذا الكلام العظيم الذي يوافق الحق، حتى يظهر على هذا التوقيع الكل من موالي لعل الله يتلفوهم فيرجعون إلى الدين الحق. يلا رجعوا إلى الدين الحق وقولوا أن الأئمة لا يعلمون الغيب. تمام. فقال: فقد حلت عليه لعنة من الله ومن ذكرت من عباد الصالحين، إلى أن قال: وروي عن أصحابنا. كلام واضح من الإمام يوصيكم أنه يقول كل من سمع هذا القول أن الأئمة عليهم السلام ليس شركاء الله لا في قدرته ولا علمه، بل لا يعلم الغيب غيره، واستدل عليكم بآية قال أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا في السماوات ولا في الأرض يعلم الغيب إلا الله. وهذا يقول لكم أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون متى يموت ولا يموتون إلا باختيار منهم. فاسألوهم يا شيعة، قل لهم: لماذا الحسن لما قدم إليه سم أكله؟ إذا كان يعلم الغيب إذن هو أراد أن يرتاح ويموت. لماذا علي رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم أنه سيقتل في ذلك اليوم وخرج وطعن؟ قولوا لهم: لماذا الحسين عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه خرج إلى كرب وبلاء ويعلم يقين أنه سيموت؟ وقولوا لهم: الأئمة. إذن هم لا يعلمون عليهم السلام، لا يعلمون الغيب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ألستم أنتم دائما تقولون نعرض عقيدتنا على القرآن؟ طيب، بينك وبين ربك اجلس، بينك وبين نفسك، وكن صادقا مع ربك ومع نفسك. قل: هل علم الغيب الأئمة يوافق الكتاب والسنة؟ لك الجواب. وهذا يضحك على عقول الناس ويبتر النصوص. بل أنا سأعطيكم فضيحة، أن هذا يستدل عليكم بالضعيف ويجعله عقيدة. بالله عليكم، يترك لكم يحتج عليكم بالضعيف، يأتي مثلا برواية ضعيفة ويشرحها. أنا أعطيكم مثل من قناته. هو اعتمد على هذا الباب في الكافي، باب أن الأئمة عليهم السلام إن شاءوا أن يعلموا علموا. شوف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم. والرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم. طيب، هذه الرواية هل هي صحيحة؟ شوفوا الباب، باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. هذه الرواية كلها ضعيفة يا شيعة. يستدل عليكم بالضعيف ويجعلها عقيدة. يعني العقيدة لا تؤخذ إلا أنتم عندكم العقيدة خصوصا في التوحيد والعقيدة التي يبنى عليها دينكم لا تؤخذ إلا بالأحاديث المتواترة. هذا عندما نحاور الشيعة نقول لهم في التوحيد يقول: لا تستدل عليه بالآحاد. هو حتى الحديث الآحاد الصحيح ليس حجة، يقول لك لابد أن يكون متواتر. فهذا يستدل عليكم بروايات ضعيفة في هذا الباب. نفس المحقق الكافي هنا، شوف ماذا قال: والأحاديث الباب الأول والثاني وإن كان جميعها ضعيفة لكنها لا تخالف أصول المذهب.
والأحاديث الباب وإن كان جميعها ضعيفة. بالله عليك أنت تريد تبين للناس أن الأئمة يعلمون الغيب بأحاديث ضعيفة؟ إذن هذا يأخذ بالحديث الضعيف. وعندي له مقطع رواية ضعيفة ضعفها المجلسي وهو يشرحها. الخامس يقول: الحديث رقم 5 عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة عليها السلام لما كان من أمرهم ما كان. يقول العلامة المجلسي بعدما يذكر الحديث الخامس يقول: لما أن كان ما كان، أي من دخولهم دار فاطمة. شفتم يا شيعة؟ لم يقول، قال الحديث الخامس وسكت، لم يبين. ذهب إلى قول المجلسي حتى يطعن في الصحابة فقط. يعني كن أمينا وقل أن الحديث الخامس ضعيف. هل سمعتموها يا شيعة؟ نعيدها، نرجع. ما يذكر الحديث الخامس يقول: لما أن كان. يقول العلامة المجلسي بعدما يذكر الحديث الخامس يقول: لما أن كان ما كان، أي من دخوله. سمعتم؟ لم يقل أن الحديث ضعيف، ذهب يشرح قول المجلسي. طيب الرواية ضعيفة، الحديث الخامس ضعيف، لماذا أنت تشرح للشيعة، تشرح لهم شيء ضعيف؟ شفتم يا شيعة كأنهم يستدلون عليكم ويأتوكم بعقيدة. مثلا هو كان يتكلم في هذا الموضوع، يرد على الشيخ وليد إسماعيل حفظه الله ورعاه في مسألة كسر الضلع، فهو لم يستطع أن يثبت له كسر الضلع. قال له أنها رواية في الكافي وقال المجلس الحديث الخامس وسكت أنها ضعيفة. المجلس ضعفها أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاه حاشاها أخذت بتلابيب عمر. يعني أين سبحان الله، تريد تبين للناس أن فاطمة كانت قوية وكذا. لو كانت قوية لدافعت عن نفسها وما كسر ضلعها وما أسقط جاننها وما أصرت بين الباب. عندكم تناقض في روايات، يستدلون عليكم بالضعيف ويجعلونه عقيدة. كل الروايات كسر الضلع والأئمة يعلمون الغيب كلها روايات لا تصح، وخير دليل أنا بينت لكم الحديث الخامس ضعيف هو أمامكم. وذهب يشرح لما كان أنه إذا كان تأكيد إيصال الجواب إلى أن يقول أن أبا بكر وعمر يعني ذهبوا هجموا على بيت فاطمة، تحتج عليه بحديث ضعيف، خصوصا هذه فيها عقيدة ولاء وبراء عندكم. تتبرؤون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية ضعيفة. شوف السنة عندهم قاعدة: إذا صح الحديث فذلك مذهبي. هل أنتم جئتمون بحديث صحيح فيه أن الأئمة يعلمون الغيب، فيه أن الصحابة كسروا ضلع فاطمة، حاججون بهذا وترون أننا سنقول كلمة حق. أو أمام الحديث الخامس ضعيف، ونعيد قوله حتى يقول لك بطرت كلامه. شوف كلامه، لن ما يقولش أن الحديث ضعيف. لما كان من أمرهم ما كان. يقول العلامة المجلسي بعدما يذكر الحديث الخامس يقول: لما أن كان ما كان، أي من دخول. يعني هو رأى تحت الحديث الخامس لما أن كان، ولم يرى ضعيف ودير على خط أحمر، يوجد خط أحمر، حديث الخامس ضعيف. أتدري أنه كأنه لم يراها؟ لا، هو مرر على الشيعة، لأنه الشيعة يعرف أنه يفهمون كلامه، هو يمشيكم بهواه. يعني لن يجد معترض يقول له يا هذا حديث ضعيف فكيف أنت ستشرحه لنا؟ هو المهم عندكم أنتم تتلذذون بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء كانت الرواية صحيحة ولا ضعيفة، المهم المحاور يتكلم. الله المستعان. أنا أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.